يبدو أن إنجاز المغرب في قطر ما زال يثير كثيرا من الدهشة والاستغراب، رغم أن المنافسة كانت قد مر عليها 4 سنوات، ولكن لأن الإنجاز مبهر وغير عادي. فالصحفي واللاعب السابق ضياء السيد يقول وبكل جرأة وثقة أن المغرب مستحيل أن يعيد نفس الإنجاز، متناسيا وغير مستوعب أن الكرة المغربية أصبحت صناعة ولم تعد محض إنجاز عابر. حتى لو لم ننجح في هذه الدورة فالعمل سيستمر وسنتطور، لأننا نعتبر كرة القدم مجال صناعي وليس فقط أفراد يتمتعون بموهبة لحظية. إليكم الفيديو، فرجة ممتعة. في هذه القناة لن تجد مجرد أخبار عادية، بل ستكتشف تفاصيل لا ينتبه لها الكثيرون، وقراءات ذكية للأحداث قبل أن تتضح للجميع. كل فيديو هو محاولة لتقديم شيء مفيد مشوق ويستحق وقتك فعلا. إذا أعجبك هذا النوع من المحتوى لا تتردد في الاشتراك وتفعيل الجرس حتى لا يفوتك أي جديد. المغرب هتبقى رابع العالم؟ لا خالص، بعيد خالص. الموضوع ده مش هتكرر تاني مع اي فرقه عربيه، صعب. رغم خد بالك انت تعرف انه كاس العالم ده اوكازيون، بس هو اوكازيون في الفترات الاولى بس، يعني في ان الناس تروح، ان الناس تروح، لكن مستوى المنتخبات مع تغيير مدرب اقصى حاجه دور ال16. يعني احنا بنتكلم على نفسنا لان احنا ما عندناش سابقه انتقال للدور الثاني، فاحنا عاملينه بالنسبه لنا انجاز. زي ما طلعنا رابع افريقيا وقلنا انه ده انجاز، يعني فرضناه على الناس وقلنا انه انجاز وهو مش انجاز. طب ممكن اسالك سؤال يا كابتن؟ يعني كلام في الكوره كده، يعني كاس العالم ده انا من وجهه نظري هتلاقي مفاجآت غير طبيعيه، يعني مش هتصدق. انت عارف ليه خالد؟ ما انا اقول المفاجآت لانه انت زمان كانت يعني تلاقي البرازيل فيها 5 نجوم تقيله، تلاقي ما ده عشان كده بقول لك عشان كده بقول لك المغرب ممكن تعمل حاجه. الليفل النجوم لا، ما المغرب بيطبق عليها نفس اللي بيطبق على لا احنا بنقوله، يعني مستوى الليفل بتاع المغرب بعد ما طلعت الرابع في كاس العالم. شوفها في بطوله افريقيا اللي كانت على ملعبها راحت فين. لا ده مرتين، مش واحده، اثنين، واحده في 22 وواحده في عندهم بالظبط. ما انا فاكر لما لعبونا في 22 لا راحت في حته تانية، بعيد وحش انت فاهم، بتقل يعني. هي النهارده يا كابتن ما اجي الاقي اليابان تفوز على انجلترا، وهو كانوا مرشحين انجلترا. النهارده ساحل العاج تفوز على فرنسا 2-1 في فرنسا، فاهم النهارده يعني لا النهارده اما مصر تتعادل مع اسبانيا، وبعد كده مستقلين شويه بالعراق وصعدت بالعافيه بتاع العراق تتعادل 1-1 مع اسبانيا. لا في حاجه تخد يا كابتن، في حاجه خد بالك، امريكا رطوبه، اجواء صعبه، ممكن تلاقي مثلا عاصفه معديه زي كاس عالم للانديه كده، ماتش ساعه، توقف ربع تلت ساعه يخشوا ويطلعوا تاني، مش تلت ساعه اقل حاجه ساعه. ده الاهلي ماتش اعتقد كان ماتش بورتو، ماتش ماتش البرازيل. ايوه قعدوا 35 دقيقه ولا ساعه. كان في ماتش ودي قعد ساعه، مش فاكر كان مين ومين. فعشان كده انا بقول لك ممكن نلاقي مفاجاه، اصل الناس كلها مرشحه في الكوره ممكن، لكن هي الناس رايحه البرتغال ورايحه لفرنسا ورايحه تخيل حد قال لي امبارح يا كابتن محمد حامد ناقد رياضي كبير، قال لي انا بقول لك المرشح الاول البرتغال. ايوه ترشيح رايح كتير البرتغال، لان البرتغال عندها لعيبه كتير، نص ملعب بتاع باريس سان جيرمان يعني لعيبه كويسه كتير، وشكل الفرقه شاب، يعني فرقه شابه معاه ده كريستيانو، لكن ده مش هي يعني الامور برضه فيها صعوبه. خد بالك الناس بترشح فرنسا، اسبانيا، البرتغال، دول اول 3، والباقي بمسافه بقى خش على انجلترا والمانيا بمسافه. البرازيل مش موجوده في القصه دي. يعني البرازيل مش هتوصل من 8 فرق. هولندا لا، في هولندا بعيد خالص. لا هولندا بعيد. ده لسه مغلوبه من الجزائر 1-0. لا بعيد، هولندا بعيد.
بس يا كابتن هو ليه المواهب قلت في العالم كده؟ يعني مبقاش في واد اللي هو يعني الواد اللي لذينه يعني هي القصه مش في النجم الاوحد او النجمين. كان مع النجمين دول كان في اسامي كتير تحت رهيبه، كان اسامي يعني اسامي كبيره موجود، رونالدو وميسي، لكن تلاقي في اسامي كبيره كانت تحت. الاسامي اللي عارف يقول لك ايه، الطبقه المتوسطه اختفت. يعني لا نجوم جامده قوي، وبعدين في طبقه جامده شايله النجوم دي. وبعد كده في لا دلوقتي لا مش المتوسطه بس، لا والطبقه الغنيه ما فيش برضه. لا الغنيه قليله دلوقتي. مين قول لي مين؟ ما فيش حد كده. لا ما فيش. اذا كان عثمان ديمبلي خد احسن لعيب في العالم. عثمان ديمبلي بقى له 10 سنين بيلعب اول مره ياخدها. وكفارا هياخد ان شاء الله، هو اللي ياخدها يعني المره دي. لا يا راجل، الوينج ليفت البي اس جي رهيب بصراحه. هايل عامل موسمين جامدين يعني. هو موسمين بس، هو علشان مش اسم نجم كبير في جورجيا بالظبط. لا بس عايز اقول لك حاجه، لامين يامال لما يكون عنده 17 سنه يا كابتن وياخد تاني احسن لاعب في العالم، ده مش حاجه برضو غريبه؟ ايه قول تاني؟ لامين يامال هقول لك حاجه لذيذه على لامين يامال. لامين يامال هو مغربي تمام، وعايش في اسبانيا، كان لابس فانيله منتخب المغرب وشايل علم المغرب في ماتش اسبانيا والمغرب. ما المغرب كسبت اسبانيا، هو مغربي اصلا. وبعد كده بعد ما المغرب كسبت اسبانيا اعتقد كان بضربات الجزاء على ما اتذكر يعني، نازل بعلم بقى في مغرب، وبعد كده دلوقتي في كاس عالم مع اسبانيا. مع اسبانيا. لا حاجات غريبه بتحصل في كاس عالم. انت عارف يا كابتن ساحل العاج ما كسبت فرنسا؟ عارف دوي؟ طبعا دوي بتاع باريس سان جيرمان. ده منين؟ من ساحل العاج والله. ده اصله كوت ديفوار. هو كوت ديفوار، قاعد على الدكه في اخوه بيلعب في كوت ديفوار. اخوه اللي جاب جون التعادل. يعني كان فرنسا كسبانه 1-0 وهو جاب جون التعادل. الغريبه بقى ان ابوه وامه واخواته قاعدين في المدرج بيشجعوا الاثنين. والله حاجه غريبه، حاجه صعبه جدا. حاجه غريبه جدا جدا. زي اكرم توفيق واحمد توفيق، يعني واحد بيلعب بالزمالك وواحد بيلعب في الاهلي. ابوه يعمل ايه يا كابتن؟ ده كان ولا حاجه. ابوه الله يرحمه كان راجل جدع، كان بياخد الفلوس بس ويجيب لهم قراطي. لا تنسوا الاشتراك في القناه، دعمكم يحفزني كثيرا لأستمر.